السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله راح ندير معاكم لي كروكيت تاع البطاطا ولا لي غاليت بزاف هايلين. تقدميهم مع شوربة مع حريرة مع جواز كيما حبيتي. بزاف بنان اقتصاديين. بلا ما نطول عليكم نروحوا ديريكتومون طريقة التحضير. هنايا البنات، هنايا أنا قطعت غير 2 حبات بطاطا، يعني 2 حبات كبار، يعني قطعوا لي كمية لاباس بها وانتي وعلى حساب الأفراد تاع العائلة. أنا كنت قطعتها مليح هكذا صغار باش تطيب لي بالخف. واش نديروها في كاسرونة ونديرو الماء، يعني كلش بارد في بارد، ونديرو الملح ونخلوها طيب، نخلوها طيب البنات مليح باش يعني كي نكرازيوها بالفرشيطة راح تجيكم العملية سهلة. بالنسبة للمكونات ما عنديش بزاف، عندي هنايا زيتون دينوايوتي، عندي المعدنوس، عندي الفرماج باش نحشي البطاطا تاعي، وهنايا عندي الملح والفلفل الكحل وشويه تاع راس الحانوت، وهنايا عندي الحبه تاع البيض باش نديروها في لاباط. عندي البيض ثاني درت له شويه فلفل الكحل لا شابلور، وهنا عندي الفارينه باش نرمد لي غالات تاوعي. هنا البنات كانت شوفوا طابت لي هكذاك وهي سخونه، ما تخلوهاش حتى تبرد. هكذاك وهي سخونة درت التوابل تاوعي، ومن بعد نبقى بالفرشيطة كيما راكم تشوفوا، نبقى هكذا نكرازي فيها حتى تولي لي كيما لا بوري، يعني نكرازيوها مليح. ومن بعد ندير المعدنوس تاعي والزيتون دينوايوتي. اذا حبيتي ديري فيها الطون كان عندك تقدري ديري فيها، انا درت لكم مكونات بسيطة وسهلة. ندخلوا هذاك الزيتون تاعنا شويه مع البطاطا، وهنايا عندي حبه تاع بيض، البنات ما ديروهاش كامل باسكو لاباط تاعكم راح تولي جاريه ومن بعد تولي لكم صعيبه باش يعني لي غالات تاعكم يجوكم فورم واحده. هنايا درت غير نص حبه وكفاتني، اذا كانت عندك كونتيتي كبيره بزاف تقدري ديري حبه. كيما شفتوا تتكور لكم في اليدين، خلوها تبرد شويه من هذاك الفوار، ومن بعد نجوزو نشكلوا الكوريات تاعنا. يعني عملية سهلة بسيطة، نعرفوا كامل نديروا لي غالات هكذايا. ولكن السر في البنة، يا البنات شحال بنان هايلين، جربوهم. نكوروا الحبة تاعنا تاع البطاطا، نضغطوا غير شوية هكايا، ومن بعد نرمدوها في الفرينة ونديروها في البيض. إذا عجبكم البنات لا فيديو تاعي خلوا لي غير جيم وكومونتير. ولي دخلت جديدة نقولها مرحبا بك، نتمنى إن شاء الله تشاركيني وديري تفعيل الجرس باش كل ما نحط فيديو جديد رايح يوصلك. نديرو هنايا لا شابلور تاعي في البيض. إذا حبيتي الطبقة الثانية عاودي ديريها في البيض وديريها في الخبز. كيما راكم تشوفوا نحاولوا نخلو لها يعني لا فورم تاعها. نزيد هنايا حبة أمامكم، سيو ما ديروهمش كبار بزاف وما ديروهمش يعني خفاف. باسكو كي تقلوهم راح داك الفرماج كامل يخرج لهم لو كان ما تكوروهمش مليح. حاولوا يعني ديروها كيما حجم متوسط. نديروها في الفرينة البنات، وكي تضغطوا غير شوية فقط، يعني ما تبلاطيوهاش ماهيش راح تجيكم كامل شابة كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نرمدها لهنايا في الخبز عادي، يعني في لا شابلور هاكاي. هذه هي الحبة اللي نتحصلوا عليها. أنا هنايا ضروري البنات ديروهم في الفريجيدار، ديروا في الفريجيدار، ولا كنتي مزروبة ديرها في الكونجيلاتور حوالي 5 دقائق 10 دقائق، وقليها مباشرة من الفريجيدار، أقليها ديريكتومون في الزيت باش تحكم لك يعني الشكل تاعها، وراح تعطيك قرمشة بزاف هايلة. بورتون درت يعني كوش واحد برك تاع لا شابلور، يعني طبقة واحدة. إذا درتي زوج راح تعطيك قرمشة أكثر وأكثر. كما راكم تشوفوا البنات هنا نخلوهم يعني يطيبوا، ومن بعد نقلبوهم وياخذوا اللون الذهبي. يعني وصفة بزاف سهلة وبزاف اقتصادية وزيد بزاف بنينة. نتمنى برك تجربوها، وعلى بالي بلي راح تعجبكم وراح تجيكم هايلة. تبعوا برك الخطوات، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو ما كنتش ثقيل عليكم. شاهدكم في الجنة ان شاء الله البنات. وهنا حليت وحدة أمامكم، يعني شوفوا راهي سخونة، شوفوا ذاك الفخوماج يجيكم ذايب الداخل.
لحقنا لافان تاع لا فيديو، ما عليا غير نقول لكم نتهلاو في رواحتكم مع وصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.